عياده الموتوسيكلات. سلسله جديده هنتكلم فيها ان شاء الله عن ازاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وانت بتشتريه، سواء كان زيرو او مستعمل، واهم الاجزاء اللي في الموتوسيكل. يقدمها لكم اخوكم محمود سولو. ويلا بينا نشوف اول مريض معانا في حلقه النهارده، الا وهو كاوتش الموتوسيكل. هعلمك ازاي تكشف عليه وتعرف تاريخ انتاج الفرده ديت وقدامها صلاحيتها قد ايه، وكل حاجه محتاج تعرفها عن الكاوتش ان شاء الله. طيب مبدئيا يا جدعان، قبل ما نبدا في السلسله ديت لازم تعرفوا ان الناس لما بتيجي تكشف على الموتوسيكلات كل واحد بيحط اولويه. يعني في ناس اهم حاجه عندها الموتور تمام والشاسيه، في ناس تانية اهم حاجه عندها الرخص، ان المكنه تكون فيها رخص عشان خاطر الرخص ديت بفلوس. في ناس تانية اهم حاجه عندها الشكل العام بتاع المكنه، الشكل الخارجي والفبر والكلام ده كله. فانت بالنسبه لك اهم حاجه المفروض كل حاجه في المكنه، يعني اهم حاجه في الموتوسيكل كله بالنسبه لك يبقى كله تمام، لان انت تدفع فلوس فيه. فيا تدفع فلوس في حاجه تمام، يا مثلا ما تدفعش، فاهم؟ عشان انت مش هتدفع فلوس مثلا في حاجه في الموتور وهتاخد الموتور وتشيله على كتفك، لا، انت هتدفع فلوس في الموتور وفي الشاسيه وفي التانك وفي كل حاجه. فلازم كل حاجه تبقى على الاقل ماشيه. مش هقول لك تبقى زيرو، لان انت كده كده بتشتري مستعمل، فالمستعمل مهما كان بيبقى فيه عيوب، بس في عيوب بقى مقدور عليها بتتصلح، وفي عيوب تانية بيبقى صعب تتصلح وبتبقى مكلفه، فلازم يا فاهم نخصم شويه من ثمن المكنه. فمن غير ما اطول اكتر من كده، يلا بينا نبدا في الكاوتش عشان اعرفكم ازاي تكشفوا عليه. طيب مبدئيا تاريخ انتاج الفرده، شايفين الرقم اللي قدامنا دوت؟ في رقم اهو، مش عارف ظاهر قدامكم ولا لا، 20 2 5. يعني ايه الرقم دوت؟ الرقم دوت اول رقمين دول سنه انتاج الفرده، ف20 ديت معناها سنه 2020 تمام. 52 دوت الاسبوع ال 52 من السنه دي، يعني في تقريبا في اخر السنه او في نص السنه تمام. فدي كده الفرده ديت انتاجها سنه 2020. لو جينا على الفرده اللي ورا هندور برضو ايه على الاربع ارقام او الخمس ارقام الموجودين اللي هم دولت، بيبقوا منقوشين كده في جنب الفرده تمام. هنلاقي الرقم هنا كام؟ 21 1 0. هو الرقم مش باين قوي بس اهو بص، فاهم؟ 21 1 0. فده كده معناه ايه؟ معناه ان الفرده دي انتاج سنه 21 الاسبوع الاول من سنه 21، يعني معموله سنه اول 21 تمام. فكل فرده من ديت بيبقى تاريخ صلاحيتها حوالي 5 سنين. فانت لما تيجي تشتري موتوسيكل حاول تركز ان الفرده يكون تاريخها لسه بادئ، فاهم؟ ما تكونش مهلوكه في التاريخ، او ان هي فاضلها اقل من سنه مثلا، فمعنى كده الفرده ديت فاهم مش هتقضي معاك قوي. حاجه تانية، وانت بتشتري فرده لازم يكون فيها نقش كده، فيها تخانه، فاهم؟ ما تكونش متاكله او ما تكونش ممسوحه او ما تكونش كلها ميه واحده، لا، يكون فيها تخانه كده تمام، عشان خاطر النقش دوت بيفرق معاك في الطريق وفي تماسك الفرده مع الاسفلت تمام. حاجه كمان ما يكونش فيها تقطيعات، ما يكونش فيها تقطيع او شرخ او حاجه سواء هنا او في جنب الفرده من هنا، تفتش فيها كويس كدهوت، تكون الفرده ايه فاهم ناعمه كده كلها. بس ده كده بالنسبه للفرد بتاعت الكاوتش. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن الطنابير. فسؤال حلقه النهارده، واللي عارف يكتبوا لي في الكومنتات، واللي مش عارف يستنى الحلقه الجايه، بما ان احنا هنتكلم عن الطنابير. ليه الطنبوره اللي ورا في الموتوسيكل الباكن بتبقى اصغر من الطنبوره اللي قدام، والطنبوره اللي قدام بيبقى حجمها اكبر؟ اللي عارف السؤال دوت يكتبوه تحت في الكومنتات وهنجاوبوه ان شاء الله الحلقه الجايه. وبس كده، ما تنساش يا صاحبي تعمل لي فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الرجوع المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من